احنا ما بنفتريش على حد، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. استنى بس كده، ايه ده بتقول ايه؟ شفت الاعتداء على معتمر مصري في الحرم؟ ما شفتش؟ تعال. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رجع تاني فيديو جديد كالعاده. ايه اللي انا عامله ده؟ مش احسن من القرع على مؤاخذة. ايوه كده. ايه الاخبار يا جدعان؟ كله كويس، كله جميل، كله فل؟ لا عادي، ايه المشكله يعني؟ نخش نشوف معانا ايه؟ يلا بينا. قطعوا الامارات، قطعوا الامارات نهائيا. قطعوهم. انا مقاطعهم بقالي سنتين من قبل ما تحصل احداث السودان. الست كل ما اشوفها بترتجف. يا ريتني ما كنت شفت الفيديو، والله يا ريتني ما شفت الفيديو. الست اللي شايله اطفالها الاثنين وابنها واقف جنبها وبترتجف. واحقر ما رأت عيني من البشر عمالين يضربوا جنبها الرصاص وهي بترتجف. الرجفه بتاعتها وعينيها اللي مليانه رعب، ماسكه اولادها ومش عارفه تعمل ايه ولا تروح فين. انا تخيلت ان زوجتي في الموقف ده، تخيلت نفسي انا في الموقف ده. ليه الذل ده؟ ليه الذل ده؟ احنا بشر، ليه مش للدرجه دي؟ قطع الامارات، قطع الامارات. الامارات مع كل اسف، مع كل اسف، ان هي دوله مسلمه وفي احرار كتير وفي ناس طيبين وفي ناس كتير من الامارات سمعت منهم اللي موجود على قنوات كتير جدا وعلى برامج كتير جدا بيتكلموا من الناس اللي هربانه من الامارات. اللي ما يعرفش يا جدعان الاحداث اللي بتحصل في السودان في الفاشر بوجه عام، يعني في مجازر بتحصل هناك. فربنا يكون في عون اخواتنا وحبايبنا واشقائنا من السودان، وربنا يسامح القيادات الاماراتيه. الشعب الاماراتي مالوش دعوه بالقصه دي كلها. في منهم الكويس جدا وفي منهم المحترم جدا وفي منهم اللي مش عاجبه اصلا اللي بيحصل، بس مش قادر يتكلم، لانه لو اتكلم هو عارف مصيره كويس. فربنا ينتقم من كل جبار متكبر عايز الدنيا او عايز يشوف في اخواته المجازر والحاجات دي. احنا خلاص خلصنا فلسطين، لا دخلنا في السودان ومش عايزين نشوف الدنيا هاديه. لا انا عايز اقتلك. طب ليه تقتلني؟ طب عملت لك انا ايه؟ هو كده انا عيني على الثروات اللي عندك، عايز اخد ذهب. ارضي انا قاحله، فانا عايز اشوف ارضك فيها ايه، فانا محتاج انا زراعه ومحتاج انقب على الحاجات. تحس ان الناس دي عايشه حرفيا فاكرين ان هم خالدين فيها، بس ده مش صحيح. فحسبي الله ونعم الوكيل. اللي بعده. مصر حتى اليوم فيها مئات الآلاف من السوريين، وفيها مليون لاجئ سوداني على الأقل، وعشرات الآلاف من إثيوبيا وأريتريا واليمن والعراق، و50 جنسية أخرى، ولا واحد منهم سكن في خيمة. خيمة ايه يا جدع؟ عيب عليك، ما تقولش كده. ليه انت فاكرنا دول مجاورة جنب سوريا هنقعدك في خيمة ونقول لك انت لاجئ؟ لا، مصر وام عظيمة كمان، فتحتضن الغريب قبل القريب. فاهمني؟ كل الضيوف اللي عندنا هم ضيوف على راسنا من فوق. المؤدب منهم والمحترم، قليل الادب بقى هو حر، مالناش دعوه. ولا واحد منهم سكن في خيمة. يا عم انت جاي تشتمنا ولا ايه؟ يعني مصر بلد الكرم والاصاله والحضاره، عشان بتوجع ناس بقى معينه. يعني على اخر الزمن هتخلي حد جاي من بلده مطرود منها او هربان منها لاسباب سياسيه نقعدوا في خيمه؟ اول الازمه لما مؤاخذه كنا فاتحين بيوتنا للناس دي. لا خش اقعد معايا لحد ما ربنا يفكها عليك. لكن في ناس حاليا في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده مش بينكروا الجميل وبس، لا يعني هم عايزين 1000 جزمه على وشهم حرفيا. يعني هم عارفين نفسهم من غير ما نتكلم. السوريون أقاموا في خيام في لبنان وتركيا والعراق والأردن، ولكن في مصر دخلوها آمنين وسكنوا في البيوت وبين الناس واشتغلوا وعاشوا بكل تكريم واحترام. اللي كان يهرب من بلده لأسباب سياسية كان يجي على مصر. كل الفنانين السوريين الكبار الرواد صاروا رواد وكبار لأنهم جاءوا إلى مصر. نفس الفيديو ده يوصل لواحد بطيخة كده عايش في دولة مجاورة. هي مش مجاورة قوي يعني، بس هو عايش في دولة مجاورة. أنا أتمنى إن هو يعني يسمعها. سامع مصر إيه؟ نحكي بالأسماء. أبو خليل الأباني رائد المسرح العربي، فريد الأطرش وأخته أسمهان، والممثل القديم حسين رياض، وأنور وجدي ابن تاجر حلبي، وعمر الشريف أصله من دمشق. وهذا يؤكد أن مصر هي الملاذ الآمن، كانت سابقا وحتى اليوم، وستظل مصر دائما وأبدا الملجأ الآمن الوحيد للدول العربية المجاورة، سواء الدويلات منهم أو الدول بمعنى أصح. أو بمعنى صح 3 أو 4 دول بس اللي عندهم جيوش منظمة، دول عربية لحد دلوقتي لسه ما انهاروش، منهم الجزائر ومصر. وقولوا انتوا بقى دولتين من عندكم، لأن أنا مش مسترجع يعني، مش عارف بصراحة في دول تانية عندها جيوش منظمة ولا لا. يمكن وأمريكا. أمريكا جنبنا، بتعدي البحر الأحمر، كان في أمريكا في وشنا كده. صحيح. يلا اللي بعده. كذا دعوة جات لي والتليفونات اشتغلت عليا،
بس انا ما رضيتش اروح يا جماعه. ليه يا ولاد؟ عشان انا لو روح هتروح تسأل الآثار وهتتمسك متلبس وهيتعمل معاك الغلط. ما تفتيش بقى يا حاج. هتبقى حاجه صعبه قوي يا جماعه، صعبه مش بعيد يفتكروني هناك تمثال فياخدوني يحنطوني. صعبه. الناس يا جماعه بدل ما جايه تتفرج على التماثيل بتاعت مصر هتتفرج عليك انت؟ هيشيلوني فوق دماغهم يا جماعه ويلقوا بيا المتحف. للدرجه دي انت شايف نفسك بقرة يا حاج علي؟ ما هو الناس هتشيلك فوق دماغهم ليه؟ يا اما بقى انت اله هم بيعبدوه، يا اما فاكرينك فازه. ممكن يخلونا نتصور مع التماثيل. طب ما تتصور مع التماثيل، ايه المشكله؟ ينفع؟ ما ينفعش يا جماعه طبعا، ما ينفع. حتى السياح هيشيلوهم فوق دماغهم، هتبقى مشكله. هعمل مشكله يا جماعه. هتحصل جوه ثوره من كتر ما الناس عايزه تشيلك فوق دماغها. هيتخانقوا بقى مين يشيل الفضل اليمين ومين يشيل الفضل الشمال. عندك حق يا حاج علي. هعمل مشكله. يبقى انا ارتاح وانام هنا احسن. يعني جالي كذا تليفون والعلم عند الله يا عم علي. يعني في واحده هنا من امبارح تقول لي هاجي اخدك بالموتوسيكل. لولو فعلا حصل. بموتوسيكل؟ تحضر الافتتاح بموتوسيكل يا حاج علي؟ واللي يقول لي اخدك بقى. دعوات كتير جات لي يا جماعه، بس انا ما رضيتش اروح يا جماعه عشان مش عاوز اعمل مشكله يا جماعه. متواضع. بس هو الحقيقه الناس اخفتها عنكم يا جدعان، ان لو الحاج علي راح المتحف الاحتفاليه كلها باظت وهتوجه الانظار للحاج علي. الله ينور عليك يا حاج علي، اصيل ابن بلد. حلوة يا ولا. ايه ده ثبتني، صدقتك واقتنعت. هايل والله. انا عارف من الاول انك مش هتيجي معايا بالساهل. نو كومنت والله، بس الواحد مش عارف يعني. يلا حبه من عندنا، يلا ما احنا اصحاب الفكره، بس مش فارقه عادي بقى. استمتعوا بالفن المصري. وانت شايف نفسك ملك جمال الشرقية؟ طبعا ان شاء الله. وانا كده خلاص يا استاذ، ما دام انا مع حضرتك وصلت للعالميه. لا ده انت وصلت عندي، معنا الصخره اللي بتحطم عليها احلام وامال وطموحات الناس. حياكم الله جميعا. اخوي المشاهد، تدري ان المتحف المصري الكبير هو المتحف الوحيد في العالم والاكبر الذي يحتوي على آثار لا تمت لشعبه بصلة؟ احنا فعلا سرقناهم. ومكتوب فوق المتحف المصري يضم آثار مسروقة تقريبا. احنا اخدناهم من الحضارة تمام وعرضناها في المتحف المصري الكبير. سرقناها بقى. هنعمل ايه؟ احنا من زمن حرامية تراث، حرامية فن، حرامية. فليس هناك اي آثار تعود لما يسمى بمصريين القدماء في هذا المتحف. هو المتحف الوحيد. غطى على متحف اللوفر، غطى على متحف الرياض، غطى على جميع متاحف العالم. من جميع متاحف العالم تضع آثار من أرضهم إلا المتحف المصري الكبير. سبحان الله. لا مؤاخذة، هو جه يفكر قعد عليها، فاهمين؟ قعد على دماغه قصدي يعني. فالتفكير طلع بطريقة ما يعني أنتج عنها الريحة النتنة هذه. فهو آثار لحضارات سابقة واستعمرت أرضه ولا تمت لهم بصلة، وعلى رأسها الحضارة الكوشية. يا فنان، ايه ده فنان تنين. عارفين انتوا أمنحتب؟ أمنحتب الرابع، لا خاصة الرابع. أمنحتب ما كانش في مصر او مصريين قدماء، لا ده كان في الحضارة اللي كان مش عارف الكت مشيع ده، مش عارف كان يرفعوا له القبعة ويدوا له على دماغه. الله عليك. لو انت راجل سيب الخط. لو انا راجل اسيب الخط؟ انا لو انت راجل ابن راجل سيب الخط مفتوح. لا ده مش اعلام، دي خناقه. هو مش خناقه عاديه، لا دي خناقه في شارع. ايوه طب لحظه يا استاذ محمد يا شاهد، ثواني. طيب لحظه، انت بتكلميني انا؟ امال بتكلم مين حضرتك؟ هتتصل بيك يعني هي هتكون بتكلمني انا؟ بكلمك انت. طب ممكن لحظه، ما حدش يقفل عليا يا جماعه في الكنترول. استاذ سبب في خراب بيتنا. ثواني. طيب لحظه، انا راجل وابن راجل ومش هقفل الخط يا استاذ محمد. ما حدش يقفل الخط معاها الا ما انا اللي اقول. اتفضلي يا فندم. نعم يا فندم. انتوا السبب في خراب بيت اخويا. اخوكي مين يا فندم؟ انت وابنك ده. ايوه اخوكي مين؟ اخويا كان داخل معاك في مداخله الاسبوع اللي فات. ايوه. اللي ابنك سبب خراب بيته. لا ابني طلع مراته بسبب ابنك. طلع مراته بسبب ابني ازاي؟ بسبب ابنك اللي عمال ينزل كلام حب ويقول كلام حب. ابني هيقول ابني هيقول كلام حب ليل ونهار. لا يعني اخوكي طلق مراته عشان الولد الصغير بيقول كلام حب وكلام محن؟ لا وازاي حط عقله بعقل الطفل؟
ولا ازاي مراته حطت عقلها بعقل الطفل زي فيها يا جدعان؟ لا والله في ايه؟ يعني ايه ابنك يقول كلام حب ليل ونهار؟ لا محدش ليه حاجه أخويا عندنا، انت دخل ليك حاجه معاكم في عندنا؟ مداخلة، الحلقه دي تتشال. ايه الحلقه اللي اخويا دخل فيها تتمسح. تتمسح على اساس انت أخويا مين؟ الناس اللي عارفينه عمالين تهزيق فيه بسبب الكلام ده. ما الناس وبسبب ابنك. انا سامع في فتنه. فتنه ايه؟ معلش انا اسف، اللي يحط عقله من عقل عيل صغير يعني يستاهل اللي يجراله بصراحه يعني. لا ومش عاجبها وتقول له الحلقه تتمسح. لا انا عايز اشوف الحلقه دي والله. بص يا فندم لحظه، ممكن حلقه ايه اللي تتمسح بتاعت الاسبوع اللي فات؟ عشان ايه؟ بسبب ابنك. انا بيت اخويا مخروب بسبب ابنك. بيت اخوك مخروب ازاي؟ شيلوا الحلقه دي خالص. انهي حلقه الناس بتاعت؟ بتتريق عليه. ايوه الناس بتتريق على مين؟ على اخويا. عشان ايه؟ بسبب ابنك. ما عندهم حق والله، عندهم حق. تخيل كده واحد او واحده ست غيرانه من كلام طفل بيقوله لواحده بتاكل مصاصه لسه. العيب مش في الولد الصغير على فكره، العيب في كنتوا كبار يا شحطه لما تعملوا عقلكم بعقل عيل صغير. ابنك اللي عمال ينزل كلام حب. انا مرات اخويا شبتت في اخويا. لا هي تتعالج بقى، محتاجه فعلا بجد ان هي تتعالج. الناس شمتوا في اخوكي؟ مرات اخويا بتتفرج عليه. ايوه ما هو ابنه السبب. ايه ده اللي بيحصل ده؟ انت عايزاني امسح الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات؟ هتمسح الحلقه عشان اخوكي عمل ايه؟ لا ده كده كتير عليا انا والله. كده كتير عليا انا والله العظيم. يا اخي بتقول لك ابنك الصغير السبب في ان اخوها طلق مراته عشان بيقول كلام حب. ده لو اتفرج على عمر وسلمى دوت ساعتين زمن ده ممكن يخرب الدنيا، ولا مثلا كلام في الحب ولا حاجه. لهوي ده ممكن يوم ينتحر. تعالى يا مودو، تعالى قول رساله لبسنت. الله يخرب بيت بسنت، واليوم اللي عرفت فيه بسنت كانت بسنت صار. شفتي عملت ايه في الواد الصغير؟ مش هتم البنت اللي بيحبها وعلت. بس برضه عايز اروح ابص واشوف الكلام اللي اتقال. بس ليه طلق مراته؟ الو. ايوه يا فندم. ايوه يا استاذ حسام. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حسام. اهلا ايه بس يا استاذ حسام؟ انا ابنك خرب بيتي يا استاذ حسام. ابنك بهدلني. ابني خرب بيتك ازاي؟ ايوه يا استاذ حسام ابنك بهدلني وخرب الدنيا خالص. انا مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه دلوقتي. يعني انا يا استاذ حسام بتابعك وبسمع اغانيك والضرب. ثواني يا استاذ، ثواني بعد اذنك. ثواني يا فندم، لحظه بعد اذنك. انت عمال تقول ابنك خرب بيتي. ايوه ثواني. طب ثواني، ابني خرب بيتك ايه؟ سرقك ولا ولع فيك ولا عمل ايه؟ يا ريت كان اي حاجه من ده كله كان اقوم من اللي انا فيه دلوقتي يا استاذ. ابني مين بس يابا ما تخافش. ابني مين؟ الصغير محمد الصغير. محمد ده؟ ايوه يا استاذ حسام اللي قاعد جنبك يا استاذ حسام. خرب بيتك ازاي بقى؟ يعني ده اخره ما هيتمعظم محمد الصغنون ده اللي هو افظع حاجه. هيقول لك يا كلب ويطلع يجري يعني، حتى مش هيقف. الصغير ده خرب بيتك ازاي؟ عمل ايه؟ خرب بيتي من اللي هو الحاجات اللي بيقولها وكلام الحب اللي بيقوله ده. طب وانت مالك ومال هو بيقول كلام حب ولا ما بيقولش؟ انا مراتي بقى هي عملتني بتقارني بيه. اعمل زيه، قول زيه. انا راجل 55 سنه داخل في 60 سنه، عايزاني بقى اتكلم زيه واقول زيه وكلام حب وكلام ودباديب وانا بتاع الكلام ده. طب انا ذنبنا ايه يا استاذ؟ يا استاذ حسام يعني ازاي يا استاذ حسام انا اعمل الكلام ده دلوقتي بعد السن ده كله؟ هجيب دباديب. انا شفته انا هديله 100 قلم. تدي مين 100 قلم؟ يا بقول لك ايه والله العظيم ثلاثه. بص اوعى تفكر ان احنا على الهوا. انت اسمع عم، انت لو سمحت اسمعني. انا رايي البسيط خد مراتك وروحوا انتوا الاثنين تعالجوا. والله محتاجين تتعالجوا بجد، وعالجها هي اكتر. خربت بيتك عشان خاطر حته عيل صغير بيقول كلام. انتوا يا جدعان انتوا شامين شرابات وواكلين نفتالين بلي على الصبح. امتى اخر مره حصل لكوكب الارض احتباس حراري؟ مين ده؟ مروان مين؟ معرفش يا حاجه، هو كاتب كده في كومنت وصاحبه اسمه كده. كاتب ايه؟ اخر مره حصل احتباس حراري للارض. ده الحاج مين فين؟ قال ايه؟ مين؟ يا حاج سؤال واضح وصريح. احتباس حراري يا حاج. قول لها لما او عندما جاوب. كان يوم الحد سنة يعني تم عمل الاحتباس حراري يوم الحد. الناس كلها اجمعت ان كله يجي في قلب الميدان ويضرب بومب بقى. ما هو ده الاحتباس الحراري. ونجيب البقر لان البقر اكتر
حاجات بتطلع غصب لسان يعني. الله ينور عليك يا حاج، يا علامه يا علامه. لا انا مش هقول لك سند بقى، انت المفروض تعرف. صح هو قالك لحد انت بقى اتصرف بقى. انا قلت لك اليوم انت المفروض تعرف. هو مفيش الا حد واحد بس. شوف انت بقى، قلب بقى في كتب التاريخ. اسطوره يا ابني ده سكن فوق الجامعه على طول. السكن هتلاقي الشباك ده واقع فوق دماغ دكتور. اخفى. حمدتي بيتراجع وبيقول انا ما كنتش اقصد مصر. يا حبيبي، حتى لو تقصد يا حبيبي عادي يعني. انت كأنك عارف الجربوع، كائن الجربوع او حيوان الجربوع، قلت ولا ما قلتش مش فارقه كتير معانا يعني. هنخاف مثلا ولا هنزعل مثلا نقول لك حمدية الشقية قالت كده؟ ما في ده يا حبيبي، سواء قلت او ما قلتش كده كده يعني. الطيران المجهول هيخبطك فوق دماغك. ومصر اصلا ما حدش يقدر يهددها. والله كويس ان انت عارف يعني. واللي بيحاول ان هو ينخور فيها هو عارف هو هيطلب منها ايه. لسه صغيرين لسه عايزين نتعلموا. اوكي يلا. والكلام ده بعد الهجمات المجهولة اللي استهدفت قوات الدعم السريع من شوية صغيرين. ابدت حبه كده او 3/4 وكانوا بيجروا زي الفئران. ما هو ده طار السيده اللي كانت معاها ولدين وحبه الخرفان يعني. والله العظيم ما فيش كلمه تتقال عليهم ان هم حبه جراثيم. حبه جراثيم ده حاجه فئران. هم فئران حرفيا، فئران والله العظيم. من خوفهم بيهددوا المستضعفين يعني. ده لو ذكر وراجل لراجل وده معاه سلاح وده معاه سلاح، ورينا هيعمل ايه. والله العظيم لا يجري، والله لا يجري. لكن هو بيستوى على الستات، الاطفال، الشيوخ، العزل، بالاتفاق مع دولة. واللي استمرت من الساعة 3 العصر لحد الساعة 10 بالليل. بس للدرجة دي هم سهلين قوي كده؟ 7 ساعات يلا مش كتير عليك يا حمدية، عادي. طب مين اللي بيضرب ضربات مجهولة ومين اللي ليه مصلحة في ده؟ أظن الرسالة وصلت باينة زي الشمس. ضربات مجهولة، حمدتي يطلع يقول بعدها أنا ما كنتش أقصد مصر. يبقى مين اللي ليه المصلحة يا جماعة إن يضربهم؟ اللي جاب الامارات طلعت طيران من عندها وراحت ضربت ورجعت. صح؟ سقفولي بقى. لا ما هو مش احنا يا جدعان، احنا ما عندناش جيش اصلا. احنا معتمدين كده كده كل الاعتماد على امريكا. وعايزه اقول اخبار حلوه للشعب السوداني. تراجع قوات الدعم السريع بشكل ملحوظ وتقدم قوات الجيش السوداني. ده يزعل دولة الامارات الشقيقة العربية الموجودة فوق، يزعلها جدا. لا احنا محتاجين هدنة بالله عشان نرجع بقى ونظبط الدنيا ونحط امدادات وبتاع وكده. انما انت لو عملتش هدنة انا ههدد بقى ان انت كده ضد السلام. والسلام عليكم ورحمة الله. عرفتوا بقى مصريين ان انتوا من اقوى شعوب العالم عشان عندكم جيش. الكبير يخاف قبل الصغير. يقول لك لا انا ما هزرش معاه ولا اجي جنبه. اهو بيعتذر دلوقتي وطلع زي الخروف لما قال لك نضرب الطيران ونضرب المطارات. طلع بيعتذر دلوقتي. صعلوق ما يقدرش يعمل اكتر من كده. ولولا ان بره عارفين انت عندك جيش وورا الجيش شعب، ومش شعب عادي، ده شعب يتزلزل له بلاد. كله خايف ويكش كده ويجي قدامك يوطي يبوس ايدك. لكن بيروح على الغلابه اللي ما عندهمش للاسف جيوش او ما عندهمش دعم مثلا من دول غنيه او دول عظمى، فيروح يتشطروا عليهم. مصر يا ابني كبيره بشعبها وجيشها كبير. محدش هيقدر قيمه الكلام ده الا اللي عنده الحاجات دي وحاسس ان هو عزيز في بلده. مش بيروح يدفع فلوس عشان خاطر نجيب بلاد تيجي تدافع عننا. ما صدتش حاجه طبعا. شفت الاعتداء على معتمر مصري في الحرم؟ ما شفتش؟ تعال. انتشر فيديو لرجل امني بيعتدي على معتمر مصري وزوجته في الحرم. مش باين في الفيديو هم عملوا ايه بالظبط عشان يعملوا بالطريقه دي. وجاب ان المعتمر المصري بيقول له ايدك ما تتمد، انا بكلمك بكل ذوق واحترام، المفروض تتعامل معايا كده برضه. والراجل قال لمراته صوري احنا بنتبهدل من رجل امن في السعوديه. وبعديها على طول السلطات السعوديه نزلت البيان ده وقال ان هم ظبطوا شخص موجود في محتوى مرئي مخالف للتعليمات والتنظيمات المتبعه في المسجد الحرام. في ناس كتير فسرت البيان ده ان السلطات السعوديه تحفظت على الضابط السعودي اللي اعتدى على مصريين وانها بتاخد معاه اجراء. وناس تانية بتقول لك البيان ما بيقولش كده، ده ممكن يكون تحفظوا على المواطن المصري نفسه. اكيد احنا ضد اي حد يرتكب مخالفه مهما كانت جنسيته ايه، وان لو غلط يتعاقب ويتاخد معاه اجراء قانوني، بس لازم ده يكون باحترامه من غير اي تطاول. الفكره في حاجه هنا يعني حتى لو تاني مخالف او عمل حاجه بالادب والذوق يا عم، ادب والذوق، هو قل ادبه اتخذ معاه الاجراءات. حقك في بلدك يا عم، اعمل فيها اللي انت عايزه. بس هي الفكره ان يعني يكون في احترام لسبب واحد. الراجل ده جاي بفلوس وانت مش مجبي عليه، فاهمني؟ يعني دفع $500,000 عشان يجي يحج البيت الله، تمام، او يعمل عمره. بيت ايه؟ بيت الله.
مش بيتك، فاهمني؟ هي الفكره كلها ان هي مكان بيت الله موجود عندك، مكان، بس انا بروح بفلوسي، فاهمني؟ يعني انا بدفع عشان تقبض بفلوسي، فتحترم شويه، بدل ما هتلاقي بكره ولا بعد بكره ولا الطلبه بتوعك اللي عندنا هنا، ما في طلبه كتير موجودين هنا على فكره بالمناسبه، واسالوهم هم عايشين ازاي. لو عايشين كويس هيقول لك كويس، لو عايشين وحش يعني نمشي، ما حدش قال لك اقعد وكمل. بس 90% منهم او 99% منهم هيقول لك لا احنا زي الفل، لان المصريين جدعان قوي. ممكن بقى من الطلبه بتوعك اللي عندنا هنا يتم الاعتداء عليهم بالمنظر ده، هتكون مبسوط ولا هتقول هم جايين تعلمهم بفلوسنا؟ زي ما احنا بنحترم تحترم. حصل هنا اعتداء وغلط، احنا هنا في بلدنا هنتخذ الاجراءات اللازمه. حصل عندكم هناك تجاوز واعتداء، يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه، ولا تقول ان هو ضابط سعودي. الله يرحمك يا سيدنا عمر ابن الخطاب، حكمت عدلت فنمت يا عمر. جزاك الله خير. ما يصلح انا كذا، معليش انا المفروض هنا. بارك الله فيك. هيا حبيبي جزاك الله خير. باكستان هيا، ما شاء الله باكستان هيا. زي ما في الوحش في الحلو، وكويس دي لفتة كويسة جدا، لان الفيديو انتشر بقى ترند. فتخيل لو الفيديو ما كانتش تصور ما بقاش ترند، كان هل الضابط ده هيتحاسب؟ لا. طب هل كان هيتم معاقبته او الناس؟ لا. بس هي دي الفكره. فالضابط ده محترم، يا ريت يعني تبقى المعامله احسن من كده، عشان احنا مش جايين نشحت من عندكم، فاهمني؟ احنا جايين بفلوسنا، كل معتمر جاي بفلوسه. كفايه انكم صعبتوها علينا او على المسلمين بشكل عام. ايه يا خبير، عندي افكار كتير. تفتكري اكل رنجة ولا اكل سردين؟ المناظر اللي زي دي تاكل فسيخ وكلاب ميته، احنا مالنا يعني؟ ما تاكلي اللي تاكليه. باي باي يا ياسمين، دمتم سالمين. ده حك من النوع الرخيص، ده حك الشعبي بقى، فاهم؟ ده ايه، عايز احكها باي حد. احنا ما بنفتريش على حد، احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. استنى بس كده، ايه ده بتقول ايه؟ فتاة سعودية انجاز سعودي جديد، حيث تم اكتشاف اثار عظيمة في المملكة العربية السعودية نعود لاكثر من 2000 سنة نقهر المصريين. والله انقهرنا. والله. هو فين ايده ولا اتاكلت؟ كله بالاوراق والمستندات. طب معلش سؤال بس، هو ده اسمه ايه؟ طب ده اللاتي والعزى ولا ده بس؟ ده ايه ده؟ مين ده؟ بتعرفونا؟ طب اكتبوا لنا تحت اي حاجة. يا اهل مصر، ايه اخجلتوني والله، اكرمتوني وغمرتوني والله بفضلكم وكرمكم. الحمد لله، عشان طول عمرنا احنا شعب مضياف، شعب بيحب الخير للكل والله. بس في عندنا لا مؤاخذة شعرايه بسيطه قد كده، تحترمنا هنشيلك فوق راسنا، هتقل ادبك هتديك بالجزمه. فالشعب المصري شعب عطوف جدا، بس ساعه ما يحس ان انت هتبدا بقى تتنطط، لا، هينزلك في مقامك تاني، هيرجعك تاني في مقامك. غير كده يا باشا انت فوق، فاهمني؟ ايه موقف بسيط انا حكيته مع الست الوالده واحنا في التاكسي في مصر. ايه كم التعليقات والمشاهدات واللايكات، والله اغمرتوني، والله احرقتوني، والله مش غريبه عليكم يا اهل مصر. هي طول عمرها مصر الترند يا باشا. انت عايز يبقى عندك فولورز، عايز تبقى يعني تتشهر، قول مصر بس، قول مصر بس، والمصريين هيقوموا بالواجب. 90% من الخلايجه اللي اتشهروا مؤخرا وكان عندهم ارقام خياليه جابوا سيره مصر. وارجعوا شوف على التيك توك بالذات، ولو انا غلطان قول يا جدعان انا غلطان. اخي عليكم يا مصريين، هو ده المنظر بتاع الطيران اللي لا 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 لا, لا, لا. مش احنا يا جدعان، مش احنا، ده هم دكوا فعلا. دي طيارات الامارات هم اللي دخلوا دكوا في مالناش دعوه، احنا مالناش فيه، احنا قاعدين في عنا يا جدعان، احنا مالناش دعوه. بس كده يا جدعان، ده الكلام النهارده، واحنا مسا عليكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد كالعاده. سلام.